السلام عليكم متابعي قناة طيور العراق. اضغط لايك للفيديو إذا عجبك الفيديو، وإذا لم تكن مشترك في القناة اضغط زر الاشتراك أسفل الفيديو. شكرا لكم للمتابعة. طير البخارة في تقريبا مواصفات كثيرة. يعني الحكم ان يبتدي يختار طير، يقارن طير مع طير ثاني. اولا اذا في طير في خطأ رئيسي، انه يعني يشكل مثلا انه في مرض او في مثلا خطأ رئيسي، هذا يستبعد. بعدين باقي الطيور الموجودين في الحلبة يصير بالمقارنة، الطير اللي يحمل اكثر مواصفات، يجمع اكثر مواصفات هو اللي يكون كويس ما بين الفئات. بعدين نختار الافضل طير في المعرض. شو هي المواصفات؟ المواصفات تكون موزعة من الراس، انه في الوردة الروز، وفي الشال اللي يسمونه الشيل بالانجليزي، وفي مواصفات من بعد الراس يعني من الرقبة والجسم، وهيئة الطير وتشكيلة الطير ووقفة الطير ونظافة الطير واللون الطير، مجموعة المواصفات مع بعض. والله أنا جيت من لبنان علشان أشارك إخواني العراقية بهذا نعتبره عرس، نحن عرس سنوي يصير بالعراق، علشان نشوف المستويات اللي وصلوا فيها إخواننا العراقية بهذا النوع، بهذه الفصيلة من الطيور، ونتمنى نحن نوصل لهم. يعني هن طبعا سابقينا، صايرين رائدين بهذا النوع. عدد مشتركين أول ما بدينا بعدد قليل 10 نفرات أو أكثر. السنوات الخمسة هاي اللي انتمينا إلها صار عدد المشتركين 37 مشترك من محافظة البصرة، و15 مشارك من بقية المحافظات. عندنا مشترك من محافظة أربيل، وعندنا مشترك من محافظة السيمانية إقليم كردستان، وعندنا مشترك من مدينة الموصل الحدباء. وكل احنا اشتركنا وانضوينا تحت نادي البخارة العراقي.